السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة ميرا. إلغاء اختبار القدرات الخاصة بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، خبر زعجنا كتير. الأمين معنى كده إن تنسيق كليات التمريض والمعهد الفني للتمريض هيبقى مرتفع، ما تقلقوش لأن في خبر تاني هيعوض الخبر ده. فيلا نتابع معاهم. تربية الطلبة وأولياء الأمور في السنين اللي فاتت عارفين عشان ندخل كلية تمريض أو المعهد الفني للتمريض لازم نجتاز اختبار القدرات، ودلوقتي طلع قرار بإلغاء اختبارات القدرات لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض. فكلنا قلقانين ليه؟ لأن معنى كده إن تنسيق كليات التمريض والمعهد الفني للتمريض هيرتفع عن السنة اللي فاتت، وده فعلا احتمال كبير هو اللي هيحصل. ولكن في خبر تاني بيهون الخبر ده او هيديك فرصة كبيرة جدا ان انت تعوض لا قدر الله لو في المحافظة بتاعتك طلع تنسيق كلية تمريض مرتفع. يا ترى ايه هو الخبر ده؟ يلا نشوف. الغاء التوزيع الاقليمي. الغاء التوزيع الاقليمي يعني ولو نفرض ان لو في كلية تمريض محافظة القاهرة وكان التنسيق بتاعها مرتفع، ليك فرصة ان انت تدخل محافظة تانية، فبالتأكيد كليات التمريض مش هتبقى كلها مرحلة اولى، بالتأكيد هيبقى في مرحلة تانية واحتمال في مرحلة تالتة. فما تقيدش نفسك بقى انا خلاص في محافظة القاهرة فانا خلاص انا عايزة كلية تمريض في محافظة القاهرة. ليه مثلا ما اروحش محافظة تانية لو انت فعلا حاطط في دماغك وهدفك كلية تمريض؟ وبالمثل طبعا المعاهد الفنية للتمريض. فما تقلقوش ان شاء الله، لا قدر الله لا قدر الله في المحافظة بتاعتكم كان التنسيق مرتفع فلكم فرص تانية كتير. انا شايفاها بصراحة خبر كويس، ما هوش وحش ان انت كنت زمان لازم تجتاز اختبار القدرات ومقيد بالمحافظة بتاعتك، لكن دلوقتي بقى لك فرص متعددة ان انت تختار. لا قدر الله ما جاتش في المحافظة دي فاحتمال كبير تيجي في محافظة تانية. فانا شايفاه خبر كويس، ما هوش خبر مقلق. ربنا يوفقكم يا رب وربنا معاكم ان شاء الله.